معظم الفنانات بيحبوا يصغروا مواليدهم، بس هي العكس، لا قناعة ولا رضا ولا تنمية بشرية واللذي منه مو بإيدها. لو لحقت ما قصرت. طب خش. لو فتحنا ويكيبيديا حنلاقي مواليدها 25 تشرين الثاني نوفمبر، لحد هون عادي ما في شيء، سنة 1912، ومكان الولادة البحر المتوسط. هالحكي يعني عمره 111 سنة. طب وإذا 111 لشو رافع 3 أصابع؟ ايه انه واحد وواحد واحد 3 وحدات 111. لا شاطر شاطر، طمنت عليك. طبعا قصدنا عن الأميرة أمال الأطرش أو أسمهان. من المؤكد انه أسمهان توفت يوم 14 تموز جولاي 1944، يعني حسب ويكيبيديا بيكون عمرها حوالي 32 سنة، وحسب ويكيبيديا مواليد شقيقة الموسيقار فريد الأطرش 21 نيسان ابريل 1917، هذا تاريخ مؤكد. هالمعطيات بتعني انه اسمهان اكبر من فريد ب5 سنوات، ولكن من المؤكد انه اسمهان كانت اصغر اخواتها، اي انه مواليدها اكيد بعد 1917. هو صحيح يعني عم يجادل على 5 سنين، بس الصراحة انا ماني قادر ناقشه بشيء خوش، لانه في عنا فنانات صغروا حالهم اكثر من 10 سنين وصاروا مجايليننا، ونحن اللي ربيانين على تقاطيئهم. بعام 2021 وضمن حلقة خاصة عن أسمهان ببرنامجه خبر نوستالجي، نشر الصديق والزميل الإعلامي السوري أغيد شيخو وثائق تثبت بالدليل القاطع أن أسمهان مواليد 1919 وليس 1912، وذلك بناء على عدة معطيات أبرزها لقاء صحفي مع والدة علياء المنذر يلي ذكرت المعلومة بوضوح. يعني توفت أسمهان وهي لسه مو مطبقة 25 سنة وليس 32. يا حسرتي، عاشت 25 سنة وصارت أسطورة. احنا وين؟ خلينا عم باكل موز. أصلا نحن أساطير من قبل ما نخلق. اتزحلق. المهم والدتها بنفس اللقاء مو بس أكدت سنة الميلاد، بل أكدت أيضا أنها ولدت بدمرجي التابعة لإزمير بتركيا، يلي كان والدها فهد الأطرش مديرا لناحيتها آنذاك، ولم تولد في البحر المتوسط كما يشاع. قضي التوضيح؟ قضي التوضيح. مقتضى التوضيح على فكرة خطأ شائع باللغة العربية كمان، لسه شائع أو مائع. خلينا نختم على السريع. على السريع.